خليك بس معايا يا شيخنا والنبي. قول لي في رايك ايه هو حل مشكله العنوسه؟ ان احنا نبقى بني ادمين نتعامل مع بعض، بني ادم بيعامل بني ادم، مش فرص ننتهزها كلنا على بعض. تمام. بمعنى انا اب لبنت، ف زي ما هي عندها احساس ان انثى وفي شاب عنده احساس الرجوله، لازم يعيش احساسه ويعيش وقته. انا لو تغليت في المهور واب تاني تغلى في المهور، يبقى نادرا ما هيقدر على الجواز شباب معينه، ودائما هيكون فرق السن كبير ما بين الراجل والست، فيكون برضه فترات التعليم بعيده قوي ما بينهم ومن بعض، والتفكير برضه هيبقى شاذ، هتلاقي الطلاق كتير. قول لي انت عملت ايه لما تقدم عريس لبنتك؟ هتقدم عريس لبنتي، قلت له اللي انت قادر عليه بتجيبه، ماشي، واللي انت عايزني انا اجيبه لك اجيبه لك، واتفقنا على اللي هو اللي ما زودتش عليه حرف واحد اللي اتفق عليه، اللي قاله عايز يجيبه انا قلت له جيبه. فبيقول لي الدهب، قلت له لو عايز تجيب دبله هاتها، لو عايز تجيب صاغه الصاغه كلها هاتها على قدك. انا قدامي 3 سنين، قلت له براحتك. هو عدى كام سنه من ال3 سنين بقى؟ شهور مش سنه. يعني الكلام ده لسه من قريب يعني. انت موافق عليه لانه راجل محترم يعني. راجل محترم وتعليم عالي وابن خالتها ومؤدب، ليه ارفضه؟ تمام. والبنت موافقه عليه؟ الحمد لله موافقه عليه. خدت رايها ولا ما خدتش رايها؟ لو هي رفضت كنت انا رفضت، لو هي وافقت انا موافق، حتى لو انا رافض. تمام. لان هي اللي هتعيش معايا مش